اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. على الرغم من أن جماهير كرة القدم حول العالم تترقب مباراة الكلاسيكو بشغف، وينتظر العديد من الجماهير معرفة التشكيل المحتمل لكل من ريال مدريد وبرشلونة في المباراة القادمة. من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 26 من أكتوبر تشرين الأول ضمن الجولة 11 من الليغا. وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز على بايرن ميونخ الألماني ب4 أهداف مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا، بينما قام فريق ريال مدريد بتحقيق فوز بنتيجة 5 أهداف مقابل 2 على بوروسيا دورتموند في نفس المسابقة. ويستعد الفريقان لخوض التحدي في الكلاسيكو القادم غدا السبت، حيث سيكون هذا اللقاء هو الكلاسيكو رقم 258 بين الفريقين في جميع المسابقات. ويتصدر ريال مدريد في عدد المرات التي فاز فيها بنتيجة 105 مباراة مقابل 100 انتصار لبرشلونة، ويسعى لاعبو برشلونة إلى تحقيق النصر وتعزيز صدارتهم في الليغا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيل المحتمل لكل من ريال مدريد وبرشلونة في المباراة القادمة، حيث يشير بعض وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من الفريقين إلى إجراء تغييرات على التشكيلتين لأسباب مختلفة. وفيما يتعلق بالتشكيل المحتمل لكل فريق، تشكيل برشلونة المحتمل: حارس المرمى إيناكي بينيا، خط الدفاع جول كوندي، باو كوبارسي، إنيغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي، خط الوسط مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز، خط الهجوم لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا. تشكيل ريال مدريد المحتمل: حارس المرمى أندري لونين، خط الدفاع لوكاس فاسكيز، إيدر ميليتاو، أنطونيو روديغر، فيرلاند مندي، خط الوسط فيديريكو فالفيردي، أوريلين شواميني، إدواردو كامافينغا، جود بيلينغهام. خط الهجوم فينيسيوس جونيور، كيل. إذا وصلت إلى نهاية الفيديو من فضلك قم بالاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. Simply no messing about there, clean finish. That goal, his second of the match. He sends the two teams to the dressing rooms. Oh, fantastic effort from him.